جربت تعملي الترمس في البرطمان؟ تعالى انا اقول لك تعمليه ازاي. كده انا غسلته مرتين وانا قاعده في الميه 4 ساعات. اغير له الميه دي واحطه على النار. انا كده شطفته وحطيته على النار. احط له بقى مكون هيخليه يستوي معايا بسرعه، مش هيطول معايا على النار. ايه هو؟ هحط له معلقه سكر في الميه، هتخليه يستوي معايا بسرعه. كده الترمس اتسلق معايا اهو. انا صفيته من الميه بتاعته وغيرت له 3 مرات. هو ما قعدش معايا على النار بسبب معلقه السكر، يعني هو قعد نص ساعه بس على النار واستوى. هنعمل له بقى خلطه جميله دلوقتي ان شاء الله. نعمل الدقه بتاعت الترمس. معايا هنا شويه ميه، ومعايا معلقتين ليمون، عصير ليمون، ومعايا معلقه ملح، معلقه ونص، معايا شويه بابريكا، شويه كمون، شطه، وهقلب كل الكلام ده. ادي الدقة بتاعته. ممكن نقدمه بالشكل ده، وفي طريقة تانية برضه للتقديم. ودي طريقة تانية بنفس الدقة اللي احنا عملناها. شوية البرطمان، زودهم شوية ليمون، عصير ليمون، وأقلبه. وأعبي الترمس فيه. دي الطريقة التانية. بيبقى شرب من الدقة بتاعته، يعني لما بيقعد كده يوم واتنين بيبقى طعمه جميل.